السلام عليكم في قناة تيليبريس. أشرف سمير اليزيدي عام إقليم بن سليمان زوال يوم الخميس 27 دجنبر 2018 بحضور رئيس المجلس الإقليمي السيد خليل الداهي ورؤساء المصالح الأمنية وبعض الأعضاء المجلس الجماعي والمدير الإقليمي للتعليم والمدير المدرسة وأطرها وأعوانها على حفل توزيع الأفرشة والأغطية على الطلبة الداخلية المدرسة التعليم العتيق، مدرسة مختصة في التعليم الأصول الدين وحفظ القرآن أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما انتقل عام الإقليم والوفد الرسمي المرافق لها إلى الجامعة الزيايدة، حيث قام السيد سمير اليزيدي بتوزيع الأفرشة والأغطية على التلاميذ والتلميذات الثانوية الإعدادية الزيايدة. وكان في الاستقبال عام الإقليم السيد رئيس الجامعة مصطفى العبولي. كما ألقى السيد سمير اليزيدي كلمة بالمناسبة الشكر فيها مدير المؤسسة ورئيس الجامعة الترابية مصطفى العبولي والمدير الإقليمي للتعليم والجمعية الآباء وأولياء التلاميذ والنزلاء الداخلية وفعاليات المجتمع المدني. والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد عامل إقليم بن سليمان، السادة ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية، السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، ضيوفنا الكرام، باسم الطاقم الإداري والتربوي لمؤسستنا وباسم جميع التلميذات والتلاميذ أحييكم وأرحب بكم في هذا المقام الذي زاده حضوركم شرفا وبهجة، فأهلا بكم. طبتم وطاب مقامكم بيننا، ولا نملك إلا أن نرحب بكم بأجود الترحاب. مرحبا بكم هنا حيث يتوقف الزمان وحيث يتوهج العطاء، حيث لا سبيل للنجاح إلا بالجد والاجتهاد والعمل والمثابرة. سيدي عامل الإقليم، حضرات السادة، ضيوفنا الكرام، إن طلتكم هذه لتزيدنا حماسا وتحفيزا على الجد والتحصيل، وأن مبادرتكم هذه لدليل على مدى اهتمامكم بالناشئة التعليمية بهذه المؤسسة، وأننا نسجل بفخر واعتزاز ما تبذلونه من جهود لتوفير الظروف المناسبة للتمدرس. كما لا يفوتني بالمناسبة أن أتوجه بالشكر لأساتذتنا الكرام وللسيد مدير المؤسسة ولجميع الأطر الإدارية التي تسهر على خدمتنا بهذه المؤسسة. فشكرا لكم وللجميع، وفقنا الله وإياكم لما فيه مصلحتنا ومصلحة هذا البلد الآمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.